ناس كتير في دبي بتسأل سؤال: هو ايه احسن مشروع عقاري استثمر فيه؟ السؤال ده مش صح. السؤال الصح لو انت بتسأله لنفسك كمستثمر هو امتى اقدر ادخل في اي مرحلة من مراحل المشروع العقاري. اي مشروع عقاري في الدنيا بيمر بخمس مراحل اساسية، هي مرحلة ما قبل الطرح، مرحلة الطرح، مرحلة الانشاء، مرحلة قبل التسليم، ومرحلة بعد التسليم. في مرحلة الطرح المطور العقاري دايما بيحط اقل سعر ممكن للوحده العقاريه، وده عشان يضمن ان هو يحقق اكبر كم ممكن من المبيعات في وقت الطرح. وبعد الطرح الرسمي الاسعار عاده بترتفع من 20 ل 30%. لذلك في بعض المستثمرين لما بتعرض عليهم مشروع خلال فتره الانشاء بيقول لك: طب ما انا في ناس قبل اشتروا بارخص من كده. اوكي، هم قرروا ان هم يشتروا في مرحله ما قبل الطرح. الميزه ان انت بتاخد اقل سعر ممكن، والعيب انك بتدفع دفعه حجز على حاجه انت مش شايفها، ولا حتى عندك رقم اليونت، ولا حتى ممكن ما تكونش شايف اي بروشور ولا اي معلومات عن المشروع غير بس معلومات بسيطه جدا. وده اللي بيفرق اي مستثمر ذكي جريء حاسب قراراته كويس جدا وقرر يدخل الاستثمار في الايرلي ستيجز او في المراحل المبكره.